السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، هنعمل كيكة البرتقال. هقول لكم الطريقة. معايا برتقانة. خدت القشر بتاعها قشرته وهعصر البرتقانية. تمام. اللي عايز يحط كمية برتقال زيادة يعصره، مفيش اي مشكلة. بس انا بحط بس واحدة برتقانية بعصرها وباخد القشر بتاعها. تمام. معايا كوبايتين ونص دقيق. الكوباية اللي انا بعاير بيها دي اهي، هي اللي بعاير بيها كل حاجة. كوباية الا ربع زيت، نص كوباية نشا، بس انا ما عنديش كوباية نفس الشكل فحطيت في دي نص كوباية نشا. كوباية لبن كبيرة، الكوباية دي نفس الكوباية التانية الصغيرة دي بس هي رفيعة وطويلة. معايا كوباية وربع سكر اهي، كوباية وربع سكر. تمام. رشة ملح، فانيليا. معايا بيكنج باودر، بتحطي معلقة وربع كبيرة بمقام كيس بيكنج باودر. طين اهم، انا بحملها ببيضتين بس، لو بيض بلدي بتحط لها 3. تمام كده. دي المقادير بتاعتنا النهاردة. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا هحط النشا على ايه الدقيق اهو، المواد الجافة كلها مع بعض. حط رشة ملح. تمام. هحط معلقة وربع بيكنج باودر اهو يا حبايبي يا حبايبي، بحط معلقة واحط ربع تاني اهي كده. وهبتدي بقى ايه دوت، احنا كده حطينا المواد الجافة كده مع بعض. تعالوا بينا بقى شفشق الخلاط اهو. هنحط فيه قشر البرتقال، وهنحط فيه الزيت، اللبن، ممكن نحتاج شوية لبن تاني مفيش مشكلة نبقى نحطهم، وهنحط السكر، بيض. بسم الله. بص يا حبايبي، حطيت البيضتين وهحط، انا عصرت البرتقانيه اهي، عملت لي نص ربع كوبايه وشويه اهو. بسم الله. احطها. حطي بقى الفانيليا، ده كيس الفانيليا اهو. هحط بقى كميه كبيره كتير كده يا نوجة، انا بحب الفانيليا كتير يا جماعه عشان ريحه الزفاره. اضربهم بقى في الخلاط. طبعا كده خلاص اهو، خلصت اهو. بصوا يا جماعه، هو اللون هنا ابيض فانا عايزاه لونه اصفر بسيط كده. اعمل ايه؟ معايا اللون اللي هو ايه بتاع الطعام ده، احط نقطه صغننه جدا. بص، نقطه لا تذكر كده، حاجه بسيطه ماشي. واضرب عليها ضربه تانية. اهو. لو انا عايزه اديله لون تاني زياده هحط له نقطه تانية. تمام. بصوا يا حبايبي، بص اللون. فانت لما تحطي له طعم لون الطعام ده ما تقلقيش منه، ما بيديش اي طعم خالص، هو لون فقط لا غير. تمام. احنا عندنا حل لكل المشاكل. معايا صينيه، الصينيه دي دهنتها زيت اهي ماشي، وحطيت لها رشه دقيق عشان خاطر ايه ما تلزقش فيها الكيكه. هي كده كده مش هتلزق بس احتياطي يعني. يلا تعالوا معانا بقى. انا قلبت الدقيق خلاص. بصوا بقى، التركايه دي مهمه جدا عشان تطلع الكيكه ناجحه. تمام. بسم الله. نحط كده جزء اهو، ونلف يا جماعه في اتجاه واحد. ما ينفعش الف كده وارجع تاني، ارجع كده لا. ليه؟ عشان الهوا. تمام. عشان ما تطلعش مكتومه معايا. دي مهمه التركايه دي جدا. نسمي الله يا حبايب قلبي ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام.
يا سلام يا سلام يا سلام يا بنتي يا نوجة. على فكرة يا جماعة فيديو الكيكة بالشوكولاتة على بالكاكاو يعني، ما شاء الله جميل جدا، هيعجبكم قوي لو اتفرجتوا عليه على القناة. اختي لازم ابهدل. بصوا انا بنزل لكن ما برجعش تاني، كل ما يتقل معايا ابتدي ازود. طبعا مشغله الفرن من قبليها على درجه حراره 180، وده على حسب حراره الفرن عندكم. في ناس بيعملوه على 200 و220، انا عندي الفرن ده كهرباء حامي جدا فبعمله على 180، واحيانا بنزله ل 160. فكل واحد يا جماعه على حسب الفرن بتاعه. هتقولي تطلع خفيفه معاكي، ما تقلقيش هتبقى حلوه بردك. طب لو طلعت تقيله يا نوجه، ما احنا لازم نبهدل معلش. لو طلعت تقيله معايا يعني السمك بتاعها تقيل كده عامل زي العجينه، خففي حبيبه قلبي بشويه لبن. ما كانش لبن شويه عصير برتقال، اي حاجه، مش هنقول لا. يعني مش هتبوظ بس في نفس الاتجاه كده، عشان خاطر ما نضيعش الهوا اللي فيها ده، ما تطلعش مكتومه. انا بلم. بصوا ازاي يا جماعه، معلش هي الحته دي هتاخد مننا وقت شويه في الفيديو بس مهمه والله. بسم الله. معلش يا ولاد كل حاجه غاليه دلوقتي فلازم نمسح الحاجه. لحسي كده. بصوا حبايبي خلاص كده اهي، كده انا لميت كل الدقيق من تحت فما فيهاش اي دقيق مترسب يعني، وما شاء الله جميله جميله جميله. اللهم بارك يا رب. طبعا يا رب ما اتكسفش، هو والله انا مش بتكسف. بصوا ده السمك بتاعها اهو. لو خفيفه كده هتبوظ يا نوجه، لا مش هتبوظ، هي كده هتطلع حلوه جدا. خلاص كده يا حبايبي نسمي الله بقى ونفضيها بقى ايه في القالب بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد انت. في بقى تركايه تانية يا جماعه اهي، احنا فضيناها اهو. نعمل ايه بقى؟ خبطه كده، ما تخافيش مش هيتكسر. ولو انت قلقانه حطي فوطه من تحت. هتقولي يا نوجه البوادر الدقيق دي هتنزل في البتاع، ما تقلقيش حتى لو نزلت مش هيحصل حاجه اهو كده. بقى ليه؟ لو هي مكتومه بتخرج لي الهواء. بصوا قرب لكم الكاميرا، شايفين الفقاقيع دي بقى من نجاح الكيكه. يا رب استرنا ما تفضحنا يا رب. يلا بينا بقى على الفرن واستنوني لما اخرجها من الفرن. الله الله على دعوتك ياما. بصوا ايه رايكم؟ بصوا متجم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ربنا ما بيكسفنيش الحمد لله، بدل الواحد بيتكل على الله سبحان الله يعني. انا نغستها كده عشان اشوفها استوت ولا لا. ما شاء الله. بصوا استنوا يا ولاد من بعيد كده. دي يا جماعه طريقه الكيكه ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. وبصوا اللون بتاعها طالع ازاي. بصوا شايفين القمرايه؟ شايفين؟ وشايفين العلو بتاعها؟ بصوا حبايب قلبي انا قطعتها اهي، وادي اهي الكيكه اهي. بصوا من الجناب ايه رايكم فيها؟ بصوا العلو بتاعها، بصوا لونها. يلا لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعوا لي بدعوه حلوه وتدوسوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. واتمنى ان ناس كتير تشترك في القناه عشان القناه مش هتعلى غير بيكم. يلا اشوفكم على خير حبايب قلبي، سلام عليكم.